إذا غيرت أفكارك غيرت عالمك. اليوم رح نحكي عن فكرة أو ممكن تكون لحظة تفتح لك باب جديد، تغير طريقك، تزرع فيك قوة تخليك تلاقي حالك وتكتشف ذاتك. رحلتنا مع قوة التفكير الإيجابي، كتاب ما بيقلك أحلم، بيقلك فكر صح وخلي الحلم يتحقق. الكاتب نورمان فينسنت بيل كان مؤمن أن العقل الإيجابي بيخلق واقع إيجابي، وأنه الإيمان بالذات هو بداية تغيير الحقيقي. نورمان كان قسيس أمريكي، رسالته ما كانت روحية بس، كانت عملية يومية تدخل بتفاصيل الحياة وبتعلمك كيف تواجه القلق والإحباط والخوف. وكان دائما يقول ما في شيء مستحيل إذا صدقت إنك بتقدر. وكتابه قوة التفكير الإيجابي صار من أهم وأشهر كتب التنمية الذاتية، لأنه كان بيجمع بين الإيمان والعمل وبين التأمل والتطبيق بأسلوب بسيط وعميق. وأول فكرة تفتح لك باب جديد: آمن بنفسك، وثق بقدراتك، فلا يمكن لأحد أن ينجح دون أن يؤمن بأنه يستطيع ذلك. وبيقول القلق يدمر القدرة على التفكير السليم ويسلب الإنسان طاقته. وكقوة داخلية، الصلاة ليست هروبا من الواقع، بل هي تغيير للنظرة إلى الواقع. إن أعظم قوة في الكون هي الإيمان. وأما عن الإيجابية والنجاح، كرر عبارات تحفزك، فكلما قلت شيئا جيدا عن نفسك تغيرت نفسك. إذا أردت النجاح فآمن بأنك ستنجح، وتصرف كمن نجح فسيأتي النجاح إليك. أما عن الأفكار، أفكارك هي ما يصنع حياتك، فكلما كانت أفكارك نقية وقوية كانت حياتك أجمل وأعمق. وهيك تخلص حلقتنا بين سطور قوة التفكير الإيجابي، كتاب ما بيقلك تهرب من مشاكلك، بيعلمك كيف تواجهها بعقل قوي وقلب مؤمن. نورمان ما علمنا نضحك، علمنا نختار نضحك ونثق بأنفسنا ونقول أنا قادر. وبترككم مع فكرة صغيرة: كن متفائلا، فإن التفاؤل هو الإيمان للوصول إلى النجاح. شوفكن بحلقة جديدة بين كلمات بتقوي وقلوب بتتغير، وإلى اللقاء.